مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة وفي حكاية جديدة ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تسمعوا في القصة تاعنا تاع نهار اليوم. اكيد الحكايات اللي نحكيهم لكم واللي نبارطاجيهم معكم هما من الواقع. الناس بزاف ولا بنات بزاف يراسلوني عن طريق الفيسبوك ويحكوا لي حكاياتهم ويفضفضوا عليها باش وكاين اللي حتى يحبوا تعطوهم يدخلوا للقناة ويشوفوا التعليقات. لهذا نقول لكم دائما كما يقولوا تعليقات تكون إيجابية، حتى ولو الوحدة غلطت ولا تعليقات تكون إيجابية. وكاين بعض القصص اللي نحطوهم للعبرة فقط بس باش الناس تعتبر منها وتاخد حذرها، مش راهو صاري حكايات واقعية صح. يعني حكايات ما يهاش العقل تقولي صح هذا راه صاري في الجزائر، راهو صاري في الدنيا، ولكن نقول لكم نعم هذا صح راهو صاري في الدنيا. اليوم الحكاية جبتها لكم تاني تقولوا لي صح كاين منها صح، نعم صح كاين منها حكاية كما يقولوا تشيب الراس، تحير، ما تقدروش تآمنوا، ما حكاية يعني قلقف منها. المهم إلا كنتوا أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يلحقوكم كامل الحكايات اللي نحطهم لكم وتعتبروا منهم وتاخدوا كما يقولوا حذركم في الدنيا هادية. وقبل ما نبدا نصلوا كامل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. تقول متتبعاتنا تاع نهار اليوم خالتي فاتحة، هذه هي أم صاحب القصة. أمه هي اللي كانت حكات راسلتني وحكات لي يا بنتي شوفي شوفي شوفي. المهم خالتي فاتحة مرة كبيرة تعيش هي وراجلها في الدار، عندهم فيلا يعني عاد. الحكاية هذه بدات بعد قبل عدة سنوات وين ولدها الكبير يعني كما يقولوا ضاقت به الدنيا، ضاقت به الجزائر، ما كما يقولوا ما صاب عليها وين، لا خدمة لا قدمة لا يديك لا يجيبك. هيا واحد النهار قال لها يا يما شوفي دبري راسك انتي سلكيني دبر نروح الراقة، راني حاب نروح نهجر من البلاد هذه، لا ما هجرتهاش حي نهجرها وانا ميت. يا وليدي يا وليدي عييت معاه ما حبش. بعد كما يقولوا لي فوقي ولا تحتي، بعد شويه الهبات ديالي وشويه من لابونسيون راكم تعرفوا، طميت له المكتوب اللي كتبوا ربي ودار فيزا مده شهر، يعني الحمد لله ما راحش حراقه، راح عادي في الطياره بالفيزا لمده شهر. ولكن بعد ما فات شهر كان قطع الباسبور وبقى تما، بقى يخدم مسكين ويحاول على انه يدير لي بابي دخل يخدم. وكنت تعرفوا كامل الامور هادوما اللي يديروهم الشباب تاعنا تما، حتى ما دارولوش لي بابي ولكن دارولو واحد الكارطه. انا والله ما نفهم مليح، كتبت لي انا والله ما نفهم مليح، واحد الكارطه هكذا تاع على اساس انه مقيم يقدر يهبط ويطلع بها للجزائر. وبدا يبعث لي انا وباباه وخوه. كان وليدي هذاك وين طلع للجامعه كان دايما هو يسيه لي يشري له، لي يبعث له الحوايج، يبعث له لي باسكيت، يبعث له الدراهم، يبعث له الميكرو بورطابل، يبعث له التليفونات، يعني يتهلا فيه. خوه صغير ما عندوش من غيره. وكنت عارفوا كيما حنا انا والحاج لا بونسيون تاعنا قليله وما تكفيش مع المرض مع الطبيب مع هاد الامور كامل. المهم الوليدي هذاك في الخارج مده من سنه الى 3 سنوات، حتى اتصل بيا وقال لي ما باللي راني جايب الكارطه هديه، يعني ما عنديش لي بابي، مازال ما عنديش لي بابي حتى ان شاء الله نتزوج وندير وليداتو باش عاد يخدموا لي لي بابي. ولكن يا يما راه كي نجي هاد الخطره راني حابك تروحي تخطبي لي، راني نعرف وحده وناوي معاها الحلال. أنا قُلت له: "أكيد يا وليدي هذه فرحتي الكبيرة، وليدي كما يقولوا البكر ديالي والفرحة ليا، وليدي الكبير نتزوّجوا ونفرح به، هذه يعني فرحة كبيرة، إن شاء الله تجي يا وليدي ونفرح بيك وهذا الشي كامل." المهم كان جا فرحنا به، استقبلناه أنا وباباه وخوه، جاو عماته وخالاته الفاميليا كامل شافوه بعد غياب سنوات. قعد واحد السمانة هكذا حتى قال لي: "يالّا نوجدوا المكتوب اللي كتبه ربي ونروحوا نخطبوا الطفلة." قال لي: "شوفي ما نديروا لا تعارف لا والو، الطفلة أنا نعرفها ونحبها ونروحوا قبالة نخطبوها، يعني ندير لها الخاتم وندير الكاطو وكامل هاد الأمور." أيا خلاص قُلت له: "معليش ما فيها والو، ما فيها باس." رُحنا خيرنا لها الخاتم تاع الذهب، شرينا لها باتيسيي كنت خدمت لها كومونديتهم، ودينا لها الورد والشيكولا اللي كان جابها والبارفان وهاد الأمور كامل التخربيق هدايا اللي كان جابوه هو معاه من فرنسا. ورحنا كي رحنا صح طفلة كانت آية في الجمال، شابة أنا عجبتني ما نكدبش عليكم. صح عجبتني بيضة 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 كي التلج، يعني هاد وشعرها جاي واحد لا كولور كلير كلير غير شوية، ماي طويلة ماي قصيرة وعندها لاطاي تهبل 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 كيما يقولوا كامل وش يحب فيها الراجل. خطبناها وانا كنت فرحانة بزاف بها، كنت عارفونا احنا العجايز نحبوا عرايسنا يكونوا شابين.
المهم كنا دينا لها المكتوب اللي كتبو ربي، تفاهمها، كنت ديت معايا زوج مخواتاتي والواساتي عندي غير زوج، ديتهم، راح باباه، راح خوه، راحوا عمومو، خوالو، خطبناها، تفاهمنا على يوم الفاتحة والعقد، يعني ما باش ما نطولوش بزاف، كي يروح يخدم في فرنسا ويعاود يولي، بعد ما يعاود يولي نديرو قبالة العرس، يعني توجد في روحها. واتفقنا على إنه تعيش معايا في داري، لإنه أنا عندنا فيلا الحاج كان باني إيطاج، تسكن معايا في الدار حتى وين إن شاء الله ربي يفرج عليه ويديه معاها، ولا حب هو يدخل يعني يجي يعيش معايا هنا في الجزائر. هي ما رفضتش، يعني كانت قابلة، قالت لك راني معاه، انا الشخص هذا يا وليدك نحبه ونموت عليه وخلاص، يعني ما بلا ما نكمل نعاود نقول لكم الامور هذه كامل. ولينا للدار وأنا بديت نشوّر الشومبرا تاع وليدي، بديت نشوّر نشري له في الريدوات، راكم تعرفوا الأمور هاذوما كامل، وهي راهو يبعث لي ونخبي باش نديروا العرس. المهم كي جا بعد 6 شهور هكداك ولا 7 شهور يعني جاب خير كبير معاه، الشيكولات، القاطوات، وخوه دايمًا ما ينساش، دايمًا مسكين هو اللي قرّاه، هو اللي صرف عليه يعني التكاليف تاع الجامعة، وليدي الكبير هو اللي تكفّل بيهم. جا كنا حجزنا في الصالة، درنا لها عرس كيما يقولوا مطرطق، درنا واش من الكواطو، واش من الحلوى، واش من الكاميرامان، واش نحكي لكم واش نقول لكم. الشومبرا كان شرا لها شومبرا تهبل، عطيت له انا الشومبرا الكبيرة كامل، كانت صالون قلبتها عطيتها له، فرحتي الأولى. آه، وجهزت له الكوفرولي، راكم تعرفوا الأمور هاذوما كاملين نقدر أنا نديرهم له كاميرا كبيرة، أما حاجات وحدخرين فيديروهم هما صغار يتفاهموا عليهم وعلى حساب الذوق ديالهم. جبناها عروسة، قعد هو معانا شهر هداك الأول كامل، هو معايا في الدار، هي كانت بزاف عاقلة ما شاء الله، شابة شاني تكسر معايا، عمرت عليا الدار. حتى جاز الشهر هذا كامل كان داها قعدوا 15 يوم في اسطنبول في الترك، ومن بعد عاودوا ولاو. جاز الشهر هذا كامل ولحق موعد المروح ديالو، يعني كنا درنا منوحة، هي تبكي وانا نبكي، هي تبكي وانا نبكي، حتى راح مسكين خير. وهي قعدت معايا كانت بنتي اللي ما ولدتهاش، تقصر معايا، تقعد معايا، نغسلوا الحوايج كيف كيف، تمسح عليا، نشاورها في الفطور، نشاورها في العشاء، دير لي حاجة الكاطو، كانت نعمة البنت. حتى جاز واحد الشهر ولا شهرين وعاود جا وليدي، وكيما العادة باقي يروح ويجي. ولكن أنا والحاج كيما يقولوا شيوخة كبار، وزاد علينا المرض وكنت تعرفوا هو الكبار، فكنا دايما يعني العشاء العيشة نصلوا ونروحوا نرقدوا. في الفترة الأخيرة هذه يعني بعد ما جازوا عامين على هاد الحالة، في الفترة الأخيرة وليت الطفلة ولات دايما تسقسيني على وليدي الصغير، يعني جا من الجامعة مازال ما جاش، واش يحب ياكل، واش ندير له، واش نطيب له، إلا حطت قاشر ترفدهم تجري تروح تغسلهم له، إلا حط أعزكم الله ملابسو الداخلية تروح تجري تغسلهم له، ولا تستنى العشاء كي نقولها تحطي تتعشي معانا تقول لي لا 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 درك يجي ونتعشى معاه. وليدي الصغير كان اسمه يوسف، درك يجي يوسف ونتعشى معاه. هو وليدي الكبير كان اسمه حمزة، تقول لي لا 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 دوك يجي يوسف ومعليش ونحط له انت روحي رخو يجي متاخر نحط له ونتعشى. انا ما نكذبش عليكم ما عجبتنيش الفكره هذه، ولكن كنت دائما نعيا 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 متاع النهار والسكر ولا طونسون، كنت عارفوا الحكايه تاع العجايز الكبار، كنت دائما نروح نرقد، يعني طايح عليا نعس غريب. المهم واحد النهار من رقدت بكري، ولكن جاتني بزاف المعدة، يعني ما قدرتش نرقد حتى في طنطا 12 تاع الليل هكذاك. كيف طنطا 12 تاع الليل نوض حتى نشوف الضوء تاع الصالون شاعل خارج، نصيب لاله مولاتي عروستي مع وليدي يوسف قاعدين يشوفوا في واحد الفيلم رومانسي. ما عجبنيش، انا نكذب عليك ما عجبني، يعني تاع الحب والغرام والعشق مانيش عارفه واشن. مطفيين الضوء كامل غير التلفزيون يشاعل، حاطين المكسرات، حاطين الشيبس، يعني ما عجبنيش الحال. وهي كانت لابسه بيجامتها تاع النعاس، بيجاما مزيره فوقها هذاك البينوار تاع الحرير. قلت لها يا بنتي واش راكي ديري هنايا؟ ماما راكي راقده في بيتك ولا راكي تهضري مع راجلك؟ هيا نوضي نوضي روحي ترقدي. قالت لي يما استني نكمل الفيلم ونروح. ما حبيتش تروح، انا دخلت عزكم الله لهذيك الجهه بعد ما هنانيش خاطري، عاودت رحت ليه يوسف ايا نوض، ايا قلت له روح لبيتك تروح ترقد. لا لا يما قال لي استني، قلت له روح تكمل الفيلم في بيتك، ايا روح ترقد وتصبح عندك جامعه.
هو خدا رايي وراح وهي قعدت تما في الصالون، ولكن أنا عاود كمّلت نعاسي ورُحت لبيتي. غدوة من داك باقية نهضر معاها بلي لا، لا وهذه الأمور ماشي ملاح وهكذا، وهكذا، وهكذا. بيك يما نورمال راهو كي خويا وانا نحبو راهو كي خويا واش بك خويا الصغير وحمزه دايما يقول لي تهلاي في يما وتهلاي في بابا وتهلاي في خويا يوسف واش بيكي. هاي انا تومنت قلت ما انا راني غير موسوسه خليني منهم هاد الشيطان هذا بدا يلعب لي على عقلي. المهم كنت دايما انا اللي نروح نقضي ونجيك وتعايز وهي دير الفطور والامور هذوما كامل. حتى واحد النهار قالت لي يما انت راكي تعيي بزاف راكي بالنهجه راكي بقلبك. راهي أنا اللي نروح نقضي عليك، يا لو كان نقص عليك زعما كيما نقولوا الحاجة الكبيرة، الخضرة، البصل، البطاطا هادوما وأنتِ تحبي تروحي تشري عند البيسري ولا، روحي. أيا قلت مسكينة شوفوا بنت الناس كي خمت فيا، إنه الشيخ كبير ما يخرجش ما يدخلش من الدار، ويوسف ملي يروح الصباح ما يوليش حتى العشية، في الجامعة أكيد يقرا. أيا أنا قبلت، خلاص ولات هي اللي تروح تشري لي ولكن كانت تطول بزاف، وليت نقول لها راكِ تبطئي بزاف يا سارة، راكِ تبطئي بزاف، هذا كامل الخضرا تقول إيه يما دور نشوف وتقول ما نقدرش نرفد، خلاص قلت لها يما لا نولي نجي معاك، أنتِ ترفدي الحاجات الثقال وأنا نرفد عليك الحاجات الخفاف، لا، 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 قالت لي: "لا، لا معليش يما ولا غير عادي، خلاص الخطرة الجاية نحاول إني ما نبطاش." وفعلًا في الخطرة الجاية ما طولتش، حتى واحد النهار يصوني تليفوني حتى يعيط لي حمزة، أنا راهي سارة، قلت له: "أنا راهي سارة، سارة راهي في بيتها راقدة واش بيك؟" قال لي: "كيفاش هذا راني عندي سمانة وأنا نعيط لها، ما ترفد عليا التليفون، ما ترجع لي في الميساج، ما والو، واش بيها راهي مريضة كاش ما بيها راكم مخبيين عليا؟" قلت له: "لا، لا." قلت له: "كيف هذا مخبيين عليك؟ الطفلة راهي كاينة كل يوم تخرج تقضي." قال لي: "خلاص روحي قولي لها دوك شويه نعيط لها." رُحت ليها قلت لها: "سارة." دقدقت عليها في الشنطة قلت لها: "واش بيك؟ وعلى ما كاينش ترفدي على حمزة؟" قالت لي: "لا، لا." قالت لي: "ما شفتوش برك." قلت لها: "كيفاش ما شفتيش؟" قلت لها: "أنتِ الدار اللي مقابلة تليفونك." قلت لها: "راهو عيط لي يما لا قابلي تليفونك ورفدي عليه دوكا وحاب يهضر معاك." قالت لي: "خلاص يما رد عليه التليفون غير ما شفتوش ولا نكون نسيت لتهيت ولا." قلت لها: "بصح لا، لا، هذا راجلك راهو في الغربة راهو متوحشك كيفاه؟" يا خلاص المهم رحت ليه نسمع فيها تهضر معاه من داخل الشومبرا. يعني كان مسكين باش يعيط لها يقول لها واش نجيب لك الحوايج واش نشد الامور لانه كان قرب العيد الكبير باش نعيدو كيف كيف حتى جا وليدي حمزة على ألف سلامتو توحشناه جا مس الخير كيفاش هادي واش راه كيفاش خليت الغربة الأمور هادوما كامل كان جا مسكين جاب المكتوب اللي كتبو ربي كيما العادة والعوايد وكان شرا زوج كباش كبش نواه عليه وكبش نواه على باباه ربي يحفظه إن شاء الله. المهم كنا ذبحنا وعيدنا ولكن في العيد هدايا أنا كنت لاحظت حاجة غريبة. يعني سارة ما كانتش تهتم نهائيا بحمزة. يوسف كليت يوسف قليت يما عطيتي له الكبدة يما خبيتي حق يوسف غير يوسف 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 حتى انا طيرت عليه قلت لها اسمعي حمزة ماشي يوسف روحي التهي بحمزة وانا راني نلتها مع يوسف والحاج. يا اخي كي شغل ما عجبهاش الحال وشنفت عليا وباقيه يوسف يوسف ولكن هاد الخطره كيما يقولوا دارت لي بالراي حمزه نعطي لك حمزه ندير لك. المهم مسكين حمزه جا جوز معنا العيد الكبير وعاود ولا للغربه يعني قعد معنا المكتوب اللي كتبوا ربي واحد العشر وعاود راح للغربه. ولكن هاد الخطره قالنا يما بلي راني رايح نطول شويه عندي امور نخدمهم وراني جايب لكم سوربريز كي نجي الخطره الجايه. هيا قلت له معليش يا وليدي ان شاء الله ربي يوفقك وينجحك ويحلك بيبان الخير في وجهك. المهم هاد الخطرة راه حتى ما نقولوا دازوا واحد الشهرين ولا المرا ولات كان ماشي مليحة. ماشي مليحة ماشي مليحة غير راقدة عيانة مريضة تشرب فدوة تاع ليستوما صافا با كامل. قعدت شهر على هذيك الحالة. يا قلت لها واش بيك بشرى عفوا واش بيك سارة واش بيك سارة ما بيا والو ما بيا والو ما بيا. المهم حتى واحد النهار طاحت تغاشات طاحت تغاشات أنا انخلعت ما نكدبش عليكم كنا غير أنا وياها في الدار بديت نفطن فيها الريحة حتى فطنت وناضت. قلت لها شوفي درك تنوضي معايا نديك للطبيبة. هي جات عادي ما رفضت ما قالت لي لا لا ما قالت لي وعلاش ما نورمال جات رفضت. حتى جوزتها طبيبة قلبتها من بعد قالت لها روحي ندير لك واحد لي زاناليز ونشوفوا كي يخرجوا. بعد ما خرجوا لي زاناليز درتها لواحد القهوة وقالت لي درك نروح ندير لك الايكو باش نتاكدوا مبروك عليك يا الحاجة عروسك راهي حامل. أنا أنا الأرض اتحلّت وكان حلّت كنت ندخل فيها، قُلت لها قالت لي: "نعم عروستك راهي حامل راهي شهر ونص، راهي 6 أسابيع." قُلت لها: "وشنو؟"
قالت لي: "نعم 6 أسابيع ورانا قدرنا نسمعوا نبض الجنين، مبروك عليكم يا الحاجة." قالت لي: "واش بيك الحاجة ماكيش سمعي مليح؟" قلت لها: "راكي متأكدة؟" قالت لي: "راني متأكدة." ودارت لي وشفت لابوش وسمعنا نبضات الجنين. منين راهي حاملة، حمزة عنده 4 شهور من اللي راح، وسارة راهي حاملة بشهر ونص. معناتها البيبي هدايا اللي راه في كرشها أكيد ماشي وليد حمزة وليدي اللي راه في فرنسا، أكيد ماشي وليدو. المهم كنا خرجنا وأنا حكمتها عند الباب تاع السبيطار وبقيت ندي ونجيب فيها، ندي ونجيب فيها. هذا وليد من يا الخاينة يا الخداعة يا اللي ما تحشميش يا اللي ماشي متربية، يعني خديتهم لها وهي واقفة وتسمع. منين درتيه منين جبتي هذا ما تحشميش خدعتيه دوك نقول له كي تشوفي كيفاش يحافظك. قالت لي وشنو تقولي له بكل برودة أعصاب. قالت لي تقولي له. قالت لي واش تقولي له. قالت لي وليدك. قلت لها منين وليد وليدي حمزة عنده 4 شهور ما جاش. منين وليد وليدي منين رفتيه هدايا. قالت لي لا لا انا ما قلتلكش وليد حمزه قلت لك وليد وليدك برك. هذا الطفل اللي راه في كرشي وليد يوسف ماشي وليد حمزه. نعم كنت على علاقه كامله مع وليدك يوسف. زوجة معاه بالعقد كان يجيني مره في الشهر مره في الشهرين مره في 6 شهور. اما يوسف كنت عايشه معاه فيوسف هو اللي حبيته وهو اللي تعلقت به وهو اللي راهو زوجي الحقيقي وحب حياتي دركا. وهاد الولد وليد وليدك يعني تسكتي احسن من اللي ندير لكم فضيحه واحسن من ترمي وليد وليدك يعني ماهوش وليد يوسف. انا لا طونسيون طلعت لي ما تقدروش تيماجينيو. من هذاك قلت لها شوفي دركا منا من السبيطار نديك قباله عند داركم. كيما كان الحل ما تقوليش كامل لا لا سيرتيني لوحله لدارهم صبت يماها وباباها واختها صغيره اللي اسمها بشرى. بديت نقول لهم شوفوا 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 تنت اختها الصغيره بشرى هذيا وتقول لي ايه هي الحاجه هو تاني راح وخلاها عندها الحق اللي دارت هكذا عندها الحق نورمالمون تفرحي بها وتزوجيها ليوسف وتطلقيها من حمزه. انا تشوكيتون في ديدي السما ونضرب بشرى بكف وزيد نضل لي ماها باباها يعني كانوا بكل عطاو الحق لبنتهم على اساس انه وليدي هو اللي راح وخلاها. ولكن قلت لهم بنتكم راهي عارفة سيتوياسيون تاع وليدي وهي اللي حباتو وهي اللي تزوجت به ووليدي مسكين راه يخدم لها الكوارط ويجي. المهم يعني عطاو لها الحق ليها عاود خرجت وجات هي معايا يعني قلت لها تقعدي في داركم. ولكن شوفوا عمري ما شفت بنات ولا جنس كيما البنات تاع هذا الوقت عمري. جات معايا للدار كانت عيطت ليوسف أكيد يوسف ما كانش جا هذاك النهار كامل. ولكن غدوة من داك كي جا كنت حكمت وعايرت وضربته وقلت له غدا بربي راهو طايح عليك يا يما يا يما كيفاش هادي وهي اللي دارواتيني وانا صح حبيتها وصح. قلت له واش نقولوا لخوك واش نقولوا له. قلت له دوك نقول لك حاجه دوك نعيط لخوك ونقول له. ولكن هي كانت مصره على اني ما نقولوش ما على باليش علاش ونبقى فيا حمزه قلت مسكين الغربه والتمرميد وهذا الشيء كامل ما عيطتلوش حتى يصوني التليفون بعد مرور يوم من 3 ايام. حمزة مسكين الو واش راكي يما وهاد الامور كامل. قلت له يا حمزة يا وليدي قلت له نقول لك حاجه. قلت له انت راك بعيد وراك غايب وراك مهاجر وراك في بلاد الناس متغرب. طلقها. قلت له ساره ماهيش حابه تقعد معنا خلاص. قلت له طلقها وعيش حياتك وشوف مرة واحده اخرى وتهنى منها. ما نورمال قال لي البنات كاع يقولوا هكذا. قال لي انا اصلا راني محضر لها مفاجاه راني خدمت لها لي بابي لقيت كيفاش نخدم لها لي بابي. هاد الخطره كي نجي ان شاء الله ونديها معايا. مسكين وليدي بكيت تقنط طلعت لي طونسيون طلع لي السكر صرا فيا العجب. حتى بعد مرور يقولوا واحد اليومينات حمزة يبكي ويشهق ويعيط وما نزيدش نجي وتزاير هذه. فهمت باللي كان يوسف عيط له في التليفون وحكالو كلش. قالوا بلي مرتك راهي حامله مني وانا نحبها وهاد الامور كامل وغير ما تجيش مانيش عارفه واش عيط له واش قال له. وهو اللي صرف عليه هو اللي كبراه حتى تخرج هو اللي يخدم. يعني ما جاتني ضربه ما رفتش بها الراس. حتى من بعد يعيط لي حمزة يما خبيتي عليا يما هكذا يا وليدي. قلت له والله ما انا ما خبيت عليك العمله هذه راني نصيب كيفاش نصيب لها حل كيفاش نسلككم منها. انت وليدي والطفل هذا اللي راه في كرشها هي صح مرتك بصح راه وليد خوك. صدمة كبيرة كانت هزتني هزت داري هزت ولادي وفرقتهم عليا. من بعد الخبر هذايا حمزة من هذاك اليوم ما زاد عيط لي ما زاد عيط لباباه ما زاد عيط لخوه ما زاد جا ما زاد شفت وراني من هذا. راني في 3 سنين ما شفت حمزة ما سمعت خبره ما على بالي لا راه ميت لا راه حي ما عندي حتى خبر عليه. الهم هذيك تاع ساره رفدت روحها وراحت لدارهم ولا ما على باليش وين راحت لانه ما زلت لقيت بها ما شفتها ما رحت لدارهم.
وحتى وليدي الدار وراه، يعني بالعملة ديالو، وأنا كنت يعني من الغضب ديالي كنت سمعت كامل الفاميليا، باباه كان باباه يعني عيط عليه وحاوزو من الدار، ولكن ماشي حتى وين يروح يهجر ما يسمعنا خبرو، ما يقول لك كيما تقلقت عليا. إلى يومنا هذا راني في 3 سنين ما شفت لا وليدي حمزة ولا وليدي يوسف اللي راهو في كرش سارة، ماني عارفة لا زيداتو ولا راحت هي ويوسف وراهم عايشين كيف كيف، يعني راحوا وخلاونا. ولد زوج ولاد كبرتهم ربيتهم قريتهم علمتهم تمرمت عليهم شبعت عليهم المرار، وفي الأخير جات مرا اللي فرقتهم، اللي نقول لها حسبي الله وهو نعم الوكيل فيكم. اسمح، ربي إن شاء الله ياخد فيك الحق يا بنتي، يا اللي فرقتي لي ولادي، خربتي لي داري وحرقتي لي كبتي على ولادي في زوج، لا حمزة ولا يوسف. إلى يومنا هذا ما عندي حتى خبر عليهم. راني مكوية، راني مشوية، قليلة الصحة، الوحدانية، العمر كبرت. المهم حسبي الله وهو نعم الوكيل فيكم. خذوا العبرة من القصة هذه، أي واحد بتزوج بوحدة يديها معاه، يكري لها دار وحدها، يخليها في دارهم، ما يجيبهاش عند ماني العروس. صح مانيش نحصل طفلة برك وليدي ثاني، ولكن عمركم ولا تلاقيو ولا تواسوا. وفي الآخر ما كنتش قلت لكم باللي كانوا اعترفوا لي باللي كانوا يديروا لي دواء تاع النعاس اللي هي أنا وباباه باش ياخدوا راحتهم. يعني قلت لكم ماشي غريب كان يحكي مني نعاس، يعني فيلم، ولكن حقيقة صارت في عقر داري وبين ولادي. بغيت نحكي لكم الحكاية هذه باش تعتبروا منها كامل الأمهات، البنات، العرايس، لصقي في راجلك، دايما تلصقي في راجلك، ودايما توبي لربي، خافي ربي، عارفوا ربي، ما ديروش حاجات حرام. يا ناس راكم تحاسبوا عليهم في الدنيا قبل الأخيرة. هذه هي كانت حكايتي بنتي ياسمين، نتمنى انك تبارطاجيها مع البنات، على الاقل نقرا تعاليق انهم يطمنوني يكورجوني يعطولي ارائهم افكارهم، لعل وعسى كاش وحده عندها الحل. هذه كانت قصة خالتي فاتحة، يعني قصة معبرة جدا، قصة مخيفة. إن شاء الله ربي كما يقولوا يلاقيك بولادك في أقرب الآجال، لعل وعسى يروك، لعل وعسى يحن قلبهم، ادعي قومي الليل. وإن شاء الله البنات كامل اللي راهم يشوفوا في القصة يدعوا لك أنك ربي يعاود يلم الشمل بينك وبين ولادك. هذه القصة تاع نهار اليوم، إن شاء الله تكونوا خديتوا العبرة منها، وإن شاء الله تكونوا كما يقولوا فهمتوا بعض الأمور اللي لازم تفهموهم ولازم تتفاداوهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى، إلى فيديو جديد إن شاء الله.